السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في القصص القديمة أن ملكا أراد أن يكافئ أحد مواطنيه، فقال له: أمتلك من الأرض كل المساحات التي ستقطعها سيرا على قدميك. ففرح الرجل وشرع يمشي في الأرض مسرعا ومهرولا بجنون، وسار مسافة طويلة فتعب، ففكر في العودة إلى الملك كي يمنحه مساحة الأرض التي قطعها، ولكنه غير رأيه، فقد شعر أنه يستطيع قطع مسافة أكبر، وعزم على مواصلة السير، فسار مسافة طويلة وفكر في العودة إلى الملك مكتفيا بالمسافة التي قد قطعها، إلى أنه تردد مرة أخرى وقرر أن يواصل السير حتى يحصل على المزيد. فظل الرجل يسير أيام وليال ولم يعد أبدا. إذن يقال أنه قد ضل الطريق وضاع في الحياة، ويقال أنه مات من شدة إنهاكه وتعبه، ولم يمتلك شيئا، ولم يشعر بالاكتفاء أو السعادة أبدا. هنا يا صديقي فقد أضاع كنزا ثمينا، وهو القناعة، فالقناعة كنزا لا يفنى.